السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده فيديو جديد. النهارده مكمله معاكم في مشتريات جهاز العروسه اللي مش بتخلص خالص. ربنا يا رب يهون علينا كلنا ان شاء الله. هانت خلاص بقى في الحاجات الاخيره كده. دعواتكم. النهارده هوريكم كام حاجه كده انا جبتها وهقول لكم اسعارها، عشان البنات اللي بتسالني على الاسعار، والبنات اللي بتبقى عايزه تعمل حسابها في الحاجات والفلوس، الناس اللي بتشيل فلوس ومش بتشيل حاجات، او مش بتعين حاجات في الجهاز وبتعين فلوس، فبرضه بيبقوا عايزين يعرفوا الدنيا وصلت لفين. النهارده فيديو كده بسيط ولذيذ، جبت فيه كام حاجه حابه اشاركها معاكم واقول لكم رايي فيها، وفكره حلوه جدا اعتقد هتعجب بنات وستات وكل الناس. بجد فكره حلوه قوي. يلا بينا نبدا الفيديو، اقول لكم ايه الحاجات اللي انا جبتها واقول لكم الاسعار وكل التفاصيل. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، كمان حطوا لي لايك عشان تشجعوني اعمل فيديوهات تانية كتير. ويلا بينا نبدا الفيديو. طيب، اول حاجه هوريها لكم يا بنات في الفيديو ده هي الاكلادور، كل انواع المانيكير والاكلادور اللي انتوا تتوقعوها. انا بصراحه يا بنات اصلا ماليش في الاكلادور، يعني انا اصلا بصوا حط حاجات بسيطه، وده لمجرد ان انا كنت بجرب الدرجات بس على ايدي، لكن انا في العادي هتلاقوني كده مش بحط اي اكلادور وكده، قليل قوي ما احط. بس طبعا لما بتبقي عروسه بتبقي لابسه كده بيجامه مطرقعه ولا حاجه، فلا طبعا هتحتاجي ان انتي تحطي مانيكير واكلادور وتدلعي كده نفسك. فتعالوا كده اوريكم اول حاجه. بصوا يا بنات، انا جبت من محل اسمه كريس. المحل ده موجود هقول لكم بالظبط فين، في شارع الشريف، من تقاطع الجلاء بالظبط. البنات اللي في سوهاج هتعرفوا قدام محل بريشكا بتاع الملابس وكده، وجنب محل جاسمين بتاع الطرح كده. انا قلت لكم المكان بتاعه بالمظبوط. بصوا يا بنات، انا جبت منه دول. مش عارفه الاكلادور اسعاره اتغيرت ولا بمناسبة بقى ان كل حاجة اتغيرت فهو كمان اتغير. بصوا يا بنات، انا جبت منه درجة اللون الاحمر دي اهي كده، هو ده كده شكلها. حلو اوريها لكم اهي. انا بحب الاحمر ده اللي هو مش فاتح مش فاقع كده، لا انا بحب الاحمر الغامق. دي كده درجته، ومن براند اسمه سي. وده يا بنات سعره 35 جنيه. كل الاكلادور اللي انا هوريهولكوا سعره 35 ما عدا 2. وده لانه مش عارفه يمكن عشان هي براند وكده. فالمهم يا بنات، ده اول واحد كده جبته. جبت كمان ده كده سيلفر حلو قوي. بصوا هو دي كده الدرجه بتاعته اهي، هي دي كده حلوة قوي، ما فيهوش جليتر اللي هي الفتافيت دي، لكن هو سيلفر بيلمع، فبرضو جبته. وده برضو كان سعره 35. كمان جبت المطرقع ده، مش عارفة بقى لونه جنزاني ولا تركواز، مش عارفة، بس اهو جبت ده برضو كان سعره 35. جبت دول كده. واخر واحد جبته عجبني قوي شكله بصراحة ولونه كمان، جبت ده. هو ده كده يا بنات شكله اهو، ده من براند بريتي وومن، وبرده سعره كان 35. هو ده كده شكله من بريتي وومن. الدرجة بتاعته خطيرة، برغم ان انا مبحبش الفوشيا والفواقع، بس ده عجبني قوي. درجته اتقشرت من على ايدي، كان نفسي اوريها لكم بس هي حلوة قوي. والحلو فيه دي بصوا السيليكون كده، بصوا سيليكون زي كده السيرم. العلبة العبوة بتاعته واخدة درجة السيرم اهو. بصوا يا بنات سعره 35 يعني كده.
مش عارفة ليه مش باينة اهو يا بنات. بصوا سعره 35 ومش عارفة ليه مش راضية تظهر، بس يا رب كده تكونوا شايفينها. هو اهو السعر 35. دي الدرجات اللي انا جبتها من محل كريس. تعالوا بقى اوريكم ايه الحاجات التانية اللي جبتها. جبت من محل ثانية كده واحدة اهو، من محل كذا ميزة بقى، اللي هو عنده البرفيوم بتاعت مزايا والحاجات دي انا بحبه قوي المحل ده. لما بتزنق قوي مش بعرف اجيب البرفيوم بتاعتي اونلاين، بروح له بيجيب البرفيوم من مزايا، بيبقى مضمون بصراحة. ده في شارع الجمهورية بنات، في مول الجمهورية في الدور الارضي، معروف طبعا. جبت من عندهم عايزة بس اشوف طيب هو تقريبا السعر في حاجات ب50 زي يلو اهو. عايزة اوريكم السعر. طب خليني كده بس اوريكم الالوان. بصوا يا بنات، هو يلو ده انا جبته ب50 من عنده، بس درجة الاصفر دي عجبتني، كنت عايزة درجة اصفر ما تبقاش فاقعة وما تبقاش كناري وكده، فجبت الدرجة دي عجبني قوي. دي كانت ب50. وجبت درجة مش عارفة دي مش فوشيا بس هي غامقة يعني. بصوا دي بالنسبة دي درجة اهي، دي درجة ودي درجة تانية، فجبتها دي عجبتني برضو فجبتها. انا كان عندي اكلادور كتير قوي يا بنات، وحرفيا مثلا بجيب 2 مثلا على العيد، وبعد العيد على طول بديهم لاختي لانها بتحب الاكلادور وكده، عكسي خالص مش بخليه عندي خالص. جبت ده من اماندا وده كان سعره 50 اهو. الحاجات دي انا مجبتهاش مره واحده يا بنات، جبتها على كذا مره. اسمها لاست شاين، الدرجه اسمها لاست شاين، ودي واخده من درجات الاورنج على بني كده ما تفهموش، بس هي الدرجه حلوه قوي. كنت عايزه حاجه على اورنج بس برضو ما تبقاش صريحه، فدي درجات كانت بالنسبه لي بتبقى مناسبه يعني، مطرقعه بس مش قوي. ومن حبي في اللون الاحمر الغامق جبت الدرجه دي كان سعرها تقريبا 35، بس هي قريبه نوعا ما يعني، هي مش هي بس قريبه من الدرجه دي، لان انا مش بعرف اجيب احمر فاقع فنسيت ان انا جبت ده وجبت ده، مش مشكله يعني، المهم برضو ان انا جبته. وجبت من محل اوركيد اللي في مول مبارك في شارع الجمهورية قدام شارع الكاشف، في المول تحت في الدور الارضي، من محل اوركيد. جبت الدرجة دي، هي مش كشمير، هي كشمير على موف كده اهي. شيل ده بالشكل ده. جبت الدرجة دي زي ما بقولكم اللي هي كده كشمير على موف كده سيكا، فعجبتني برضو فجبتها. وجبت اخيرا جبت الدرجة دي، هي لونها ازرق. انا بصراحة كنت خايفة اجيب لون ازرق، حسيته ممكن ما يلقش على ايدي او كده، بس لا لما جربت اهو جربت الجزء ده كده، لا حسيته حلو، ما حسيته ما سمرش ايدي قوي، انا بحط نقطة كده فعجبني بصراحة فجبته برضو كان لذيذ. دي الاكلادور اللي انا جبتها. عايزة بس اجيب واحد اخضر وواحد جولد بس مش اكتر من كده، مش هجيب حاجة تانية. دول 2 4 6 8 10 لو قابلني، لان بجد الالوان دي انا جمعتها بصعوبة، الدرجات بره مش حلوة ابدا ومش لطيفة وماركات كلها مش حلوة، والحلو منها بقى غالي جدا 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 يعني. انا لو كل واحد كنت جبتهم مثلا مرة واحدة، فاحنا لو حسبنا ان في 1 2 3 ب50 جنيه والباقي ب35، كتير قوي كتير قوي قوي يعني، بنتكلم مثلا في 200 300 جنيه اكلادور، فبجد الموضوع صعب.
لكن واحدة واحدة كده الدنيا بتمشي. فانا بس ممكن اجيب واحد يكون لونه اخضر وواحد يكون لونه جولد وبس كده، مش هجيب اي حاجة تانية. او ممكن اصلا بصراحة بنات ما اجيبش، ولو ما لقيتش الدرجات فانا مش هجيب برضو، لكن لو صادفني عادي هجيب. المهم يا بنات كمان جبت طيب كمان يا بنات جبت الاتنين تنت، جبت دول. بصوا بصراحة انا كنت هجيب بتاع شيجلام، كان نفسي فيه جدا، بس لقيت ريفيوهات عنه مش حلوة. اللي يقول ان هو مليان مادة رصاص، واللي يقول انه لا مش لطيف، وان هو مش ثابت، واللي بيقول ان درجته خفيفة قوي. بصراحة شفت ريفيوهات حلوة قوي وشفت فيديوهات وحشة قوي، ريفيوهات وفيديوهات وكل حاجة. ف كمان اللي خلاص خلاه الموضوع صعب قوي ان انا عرفت ان هو مقاطعة، فبصراحة قلت لا خلاص مش هجيبه. جبت الدرجتين دول من التنت مايت سينما، انا جربتهم عند الراجل على ايدي هنا، فضل معايا لحد تاني يوم. انا نمت وصحيت وانا حاطة الدرجتين اللي عجبوني اللي هما دول، واحدة على احمر سيكا وواحدة على بينك قوي كشمير كده في نفسها فاتحة قوي. فجبت الاتنين دول، الواحد كان سعره 50 جنيه. بصراحة لا عجبني، وعايزة اقول لكم انه كان عنده ماركة ساندرا عجبني قوي. بس ثبات مفيش، كنت حاطاه على ايدي التانية مفيش لحد اخر اليوم كده. لقيت ان درجته مش موجودة، لكن دول بصراحة فضلوا معايا فعجبوني. يعني مايت سينما بصراحة عجبتني في حاجات، لكن في حاجات تانية كنت يعني البلاشر بتاعها عجبني قوي. بيقولوا الهايلايت حلو، لسه ما جربتوش، بس بصراحه لا ابهرتني في التنت، عجبني قوي فجبتهم. انا ما جبتش اي لوشن خالص، ما جبتش يعني ما طلبتش غير في اوردر الحاجات المغربي طلبت منها. ف يعني طلبت 2 بصراحة باتر اللي هي زبدة الليمون، لكن ما جبتش لوشن. فقلت لا اجيب 2 أو 3 بس مش اكتر، واجيب احجام تبقى صغيرة عشان اغير وتخلص واجيب تاني وكده. المهم يا بنات ان انا جبت من محل اوركيد، جبت منه اللوشن ده اسمه بودي. بصراحة انا اول مرة اشوفه، بس هو واخد كده من طريقة انشانتر حاسة، بس تمام. يعني انا عندي واحد بودي لوشن من انشانتر، بس بصراحة مش عارفة اذا كنت هشيله ولا هكمل استخدمه. المفروض ان انا فتحته استخدمته مرتين، مش عارفة اذا كنت هشيله ولا هستخدمه، بس في الغالب لا هستخدمه، لان انا طالبة حاجات في الاوردر المغربي وجبت 2 وفاضلي بس واحد. عايزة اجيب واحد اللي هو شان، بحاول اجيبه او هشوف بقى هجيب نوع ايه. المهم عشان ما اطولش عليكم جبت البادي لوشن ده، حلو قوي يا بنات، ترطيبه حلو قوي، والبرفيوم بتاعته خطيرة، شبه انشانتر، لونه اصفر بالملي، نفس البرفيوم، نفس الريحة، نفس كل حاجة. بالعكس انا حاسة ان ترطيبه اعلى من انشانتر بدون مبالغة. هو سعره كان غالي، كان 260 او حاجة، بس عجبني بصراحة فجبته. وجبت من محل فراشتي ده في شارع الكاشف. لو في اي حاجة، اي صفحة، اي حاجة محتاجينها يا بنات، المحلات دي لها صفحات قولولي وانا هبعتها لكم. ده تقريبا من افون اهو يا بنات، من بنفس ريحة برفيوم اللي هي رافي بيرلس، اكيد كلكم عارفينها. بصراحة عجبني قوي، حلو قوي، تحفة. فجبته كده و قررت يعني ان انا هشيله وكده، وجبت الاتنين دول. احجامهم حلوة، مش صغيرة ومش كبيرة. عايزة اجيب واحد بس كمان مع 2 زبدة ليمون، هيبقوا حلوين قوي. ده غير 2 مخمرية، في حاجات تانية كتير بعيدا عن بادي لوشن بالظبط، بس ليه علاقة بترطيب الجسم، فمش عايزة اكتر بصراحة. فانا جبتهم برضو عجبوني قوي. واخر حاجة بقى والمفاجأة اللي انا مخليها لكم، بصوا يا بنات، انا طلبت من محل من
حاجة حلوة ان شاء الله يبقى لها محل من بنوتة فاتحة اونلاين اسمها همس. انا بتعامل معاها بصراحة، بجيب منها زيوت وبجيب منها برفيوم، بجيب منها حاجات كتير. فبصراحة اهو همس ستور دي اسم الصفحة بتاعتها، ولو عايزين اي حاجة وده الباركود بتاعها قولولي وانا هبعت لكم كل الحاجات دي وانزلها لكم في الكومنتات او في صندوق الوصف. بصوا يا بنات، انا جايبه زيوت للجسم، زيوت عطريه. في حاجه تانية جايباها اوريها لكم في الفيديوهات الجايه. جايبه حاجات كتير للتعطير للجسم عموما، بعيدا عن اللوشن ان هو بيدي ريحه والمست والمخمريات والبرفيوم نفسه وكل الحاجات دي. لكن كنت عايزه حاجه تبقى لطيفه وابقى مطمنه قوي وانا بستخدمها لمنطقه السنسيتيفيتي اريا اللي هي المنطقه الحساسه. انا عندي 2 زيوت كوري، واحد بالليمون وواحد بريحه تانية طبيعيه برضو زي ريحه الشاي الاخضر، ريحه كده يعني طبيعيه. فدول عندي، وعندي حاجات تانية الحاجات دي انا وريتها لكم في فيديوهات قبل كده. وعندي الزيوت العطريه بيقولوا برضو انك تستخدميها عادي بشكل امن. بصي يا بنات، انا كنت جربت بتاع عبد الصمد القرشي، حلو كل حاجه، ريحته قويه جدا، ثابت قوي قوي قوي، لكن انا مرتحتلوش، حسيته تقيل قوي وقوي كده قوي. انا كنت عايزه حاجه انثويه اكتر، مش عارفه تفهموا ذوقي او قصدي ولا لا، بس المهم ان انا طلبت منها مسك في كل البنات بتتكلم عنه، كل العرايس منزله عنه ريفيوهات حلوه قوي. هي بتجيب حاجات من الكويت وكده والامارات. بصوا الشياكه والقمر والحلاوه. بصوا يا بنات، هو ده كده شكل المسك. انا بعتذر بس على صوتي عشان تعبان شويه. هو كده وبيكون رول كده تحفه يا بنات، خطير خطير مسك العروسه ده. وهي بتعمل تقسيمات لو انتي نفسك في مست غالي من بتوع فيكتوريا سيكريت او باث اند بودي، بلاش دول عشان مقاطعة من نعومي مثلا، من اي براند خليجي اماراتي كاندي، البراندات اللي بتبقى غالية قوي، او البرفيوم اللي بتبقى ب2000 و3000. انتي ممكن تاخدي منها تقسيم بيبقى 5 ملي و10 ملي، ممكن يعمل معاكي 160 200 جنيه، بتبقى حلوة قوي. انا بعتتلي التقسيمة دي من بودي ميست اسمه هسيب لكم كده الصورة بتاعته لان انا مش فاكرة اسمه، حاجة انستراكشن، خطير يا بنات. وده انا دفعت تمنه كان 165. بجد يا بنات الفكرة حلوة قوي لكل بنوتة، ممكن الحاجات دي تبقى غالية عليها، يبقى عندك اكتر من نوع برفيوم واكتر من نوع بودي ميست. البودي ميست اللي انا اخدت منه ده العلبة بتاعته معدية 1700 جنيه، فبجد حلوة قوي. هو بصراحة في سكسي اكتر كده للعرايس اكتر. فانا قلت كده هاخده اجربه، ولو عجبني ممكن ابقى اجيب منه. ده كده الصفحة والباركود ورقم التليفون وكل التفاصيل ممكن تحتاجوها. حبيت بس اشارك معاكم الفكرة بتاعتها لانها بجد حلوة قوي، اي بنوتة مش هتقدر تاخد تقسيم.